حد قبل كده سأل نفسه ليه لعيبة الكورة دايما بتلبس الرقم بيكون مكون من رقم او رقمين مش 3 ارقام؟ يعني ليه مثلا ما يلبس 100 او 200 او 150؟ ليه دايما اخرهم في ارقام التيشيرتات رقمين؟ هقول لك من قوانين الفيفا هي بتمنع ده تماما، بتمنع ان يكون في على تيشيرت اللعيب 3 ارقام، ودايما اقصى رقم بيكون رقمين. وهقول لك في بعض الدوريات اللي بتسمح طبعا ان الارقام تكون مفتوحة، يعني لحد 99 اختار زي ما انت عايز. وفي دوريات تانية بتمنع الكلام دوت وبتحدد سقف الارقام اللعيبه اخرك 30 او 35 على حسب القائمه بتاعتك. وفي انديه بيكون الناشئين والفريق الاول مضمومين على بعض من اول رقم 1 لحد رقم 400 عادي خالص، زي الدوري المكسيكي اللي مش بيعترف اصلا بالموضوع ده. بس هرجع اقول لك ان في لعيبه بتصنع اساطير بارقامها، زي مثلا عندك كريستيانو رونالدو اللي بقى خلاص يعني اسطوره رقم 7 وعمل بيها علامه تجاريه CR7